صينية الرقاق باللحمة المفرومة بطريقة مامتي. من غير مبالغة مامتي كانت أحسن واحدة بتطبخ أكل، وأنا ورثت شوية منها. والنهاردة هعمل معاكم صينية رقاق باللحمة خطيرة، أحلى صينية هتجربوها. أول حاجة في وصفتنا النهاردة هنبدأ بتعصيج اللحمة. بصلاية متوسطة أشوحها مع نص كيلو من اللحمة المفرومة لحد ما لونهم يبدأ يغير. بعد كده هضيف عليهم جزراية مبشورة كبيرة مع كمان فلفل حار ده اختياري، وشوية توابل هكتبها لكم كلها تحت الفيديو. هنقلب كل ده مع بعضه كويس جدا لحد ما الجزر يبدأ يدبل شوية. بعد كده هضيف معلقة من صلصة الطماطم، وطبعا ما ننساش رشة السكر، وربع كوباية من المية العادية، وهسيبهم يغلوا مع بعض لحد ما يستووا وتوصل اللحمة للشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنا محضرة الشوربة او المرقة المتوفر عندكم، هضيف عليها من معلقتين لتلاتة سمنة وهنقلبهم كويس. وبعد كده اكيد هندهن الصينية بتاعتنا بالسمنة. انا استخدمت سمنة النهاردة، ما استخدمتش زبدة. وبعد كده هنبدأ نرص طبقات الرقاق بتاعنا. انا النهاردة استخدمت الرقاق الناشف، قطعته بالشكل ده، مش مهم ابدا يبقى شكله متساوي. هبدأ احطه في الشوربة او المرقة السخنة زي ما انتوا شايفين كده، ونبدأ نرصه في الصينية. رصوه بالاشكال والاحجام، استخدموا طبعا صينية اللي بالشكل اللي انتوا عايزينه. بعد ما رصيته انا برص حوالي من 3 ل4 طبقات تحت، وبعد كده بفرد عليها اللحمة المفرومة وبكرر باقي الطبقات. انا بعد ما رصيت اول 4 طبقات، وطبعا بوزعهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وزي ما قلت لكم مش مهم ابدا يبقى شكله متساوي، لانه هيدخل الفرن وكل ده خلاص هيتظبط مع بعضه. بعد كده هبدأ اوزع اللحمة المفرومة. وزعت كل اللحمة المفرومة اللي انا عملتها وسويتها كويس. ومهم قوي ما نجيش عند الاحرف عشان اللحمة ما تتحرقش مننا. هنبدأ نضيف باقي الرقاق. هعمل حوالي برضو 4 طبقات تانيين، وممكن نستخدم صينية مستطيلة أو مدورة، مش هتفرق خالص. طبعا الشوربة بتاعتنا بتبقى سخنة، ولو بردت مننا نقدر نسخنها تاني. هوزع باقي الرقاق كله، هوزع 4 طبقات تانيين، وبعد كده هقطعها. أنا بحب أقطعها قبل ما تدخل الفرن. هقطعها قطعوها بالأحجام اللي تناسبكم. وآخر حاجة بعملها برش كوباية من كريمة الطبخ عليها، دي اختيارية بس بتديها طعم حلو قوي. وطبعا ما ننساش نوزع السمنة على الوش، وهندخلها الفرن على درجة حرارة 190 الرف وسط، تكمل سوا والأحرف تحمر، وبعد كده تاخد لون في الشواية من فوق وتتقدم. جربوها ومتأكدة هتحبوها. ولو أول مرة بتشوفوني ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وفولو للقناة.